ريهام سعيد تكشف تفاصيل عملية التجميل الفاشلة والطبيب يرد بمقايضتها. كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تفاصيل عملية التجميل الفاشلة التي خضعت لها مؤخرا على يد طبيب لبناني. وقالت الإعلامية ريهام سعيد عبر فيسبوك: ذهبت إلى طبيب تجميل منذ شهرين وهو من لبنان، وقام الطبيب بملء منطقة تحت العين تحديدا بحقن فيلر، واتكلكعت والخط لسه موجود، ولو الفيلر اتشال من المنطقة دي هيكون مكانه حفرة كبيرة. وأضافت نفس الأمر موجود بالناحية الأخرى من عيني، وأعالجها منذ شهرين عند طبيب خاص، وإنه كان فيها ورم كبير في البداية، وعالجت حاجبي بعد ما حجمه كبر وكان شكل شيطان، واضطريت إلى عمل تاتو ومسح جزء من الحاجب. كما قالت: أسافر مرة أخرى للعلاج ولي عملية جراحية أخرى بعد اكتشافي وجود حرق في عيني أثناء العملية بشهادة جميع الأطباء. وعندي فيديو بيقول كده، والأمر ده من 11 شهر، ورغم ذلك ما اتكلمتش، وشي بيتشد لفوق زي اليابانيين أما أجي أتكلم، على الرغم من إن الاتفاق قبل العملية كان إن مش هيجي جنب منطقة العين خالص، إلا إن الدكتور قال لي لازم ترفعي الخد علشان يمسك الجفن اللي تحت، وإما هيحصل ارتخاء للجفن. ما كنتش محتاجة عملية خالص. وتابعت ريهام سعيد: باخد حقن شديدة حاليا وبتعالج. وده مظهري الحالي بعد العلاج، ومش بقدر أتكلم بسبب عيني، ومصممة على محاسبة المخطئ، لأن في ناس بتقولي مش هتعرفي تاخدي حقك. أنا مش بتعالج غير في بيروت، المستشفيات اللبنانية الكبيرة وعظيمة وفيها أكبر دكاترة تجميل، وأعلمه مستقبلي ضاع، مش هعرف أمثل تاني، ولو حبيت أطلع أمام الكاميرا عايزة 30 فلتر. وقالت إنها ظهرت كي تثبت إنها تعرضت لتشويه كامل في وجهها، وإنها ستلاحق الطبيب قضائيا. ريهام سعيد